وانت قاعد مع العميل بتاعك محتاج تبقى ماشي على مانيوال، عشان المانيوال ده هو اللي هيساعدك تحقق الاوبجكتيفز اللي انت عايز توصل لها من المرحله دي. اول حاجه وانت بتسال اسئله لازم تسال السؤال الصح اللي هيساعدك في ان انت تقدر تحدد النيد اللي موجوده عند العميل. لما تيجي تسال سؤال open ended questions مش سؤال close ended question. ولما تسال سؤال اسال سؤال واحد في المره الواحده وتستنى عن الاجابه من العميل، وتسمع بشكل كويس جدا، عشان لما هتسمع بشكل كويس هتقدر تانكفر المعوقات والمشاكل اللي موجوده عند العميل، فتبدا تكون اوبورتيونيتي ممكن تبقى فرص بيع بالنسبه لك مع العميل. تيك نوتس، مهم جدا ان انت تاخد نوتس، تاخد ملاحظات. الملاحظات دي هتساعدك عشان هتبدا تركز على السولوشن بتاعك، المشاكل اللي انت هتبدا تكريت سولوشنز ليها. مهم جدا تبقى عارف ان المرحله دي لو ما عملتهاش صح حضرتك مش هتبيع، لو ما عملتهاش صح حضرتك مش هتعرف تقدم سولوشن، لو ما عملتهاش صح البيعه هربت منك. ولازم تخرج من المرحله دي عارف العميل بتاعك بيشتري ليه. اي عميل بيشتري عشان يحقق حاجه من ثلاثه: يا اما يحل مشكله موجوده عنده، يا اما ينفذ بلان او خطه موجوده عنده، يا اما عنده بروجكت عايز يحققه في شركته. فمهم جدا تبقى عارف عميلك بيشتري ليه، عشان المبدأ الاساسي ان مفيش شركه بتنفست او بتصرف فلوس without return of this investment. اي انفستمنت بيحصل من شركه لازم يبقى ليه ريتيرن، لازم يبقى ليه عائد على الشركه، مش فلوس بتتصرف وخلاص. ولازم تبقى فاهم في الاخر ان انت عشان تديليفر سولوشن لازم تحقق حاجه من ثلاثه: لو عميلك عنده مشكله لازم تساعده عشان تحل مشكلته، لو عنده بلان لازم تساعده عشان تحقق اهدافه، لو عنده بروجكت لازم تساعده في ترتيب اولوياته في عمليات الشراء لتنفيذ البروجكت ده. ومهم جدا تركز على الريبيتيشن بتاعتك وانت بتبيع وسمعتك، لان سمعتك هي اللي هتستمر طويلا في السوق، وهي اللي هتعلي قيمتك في السوق كبياع. ومن هنا نقدر نقول ان المرحله دي خطورتها ترجع لي ان انت لو ما عملتش الاكسرسايز بتاعك صح مش هتعرف تحدد النيد، ولو ما عرفتش تحدد النيد مش هتعرف تقدم سولوشن. فبالتالي لازم تبقى خارج من المرحله دي عارف ايه هي النيد بتاعه العميل.